واسم الحكم تاع زواج المتعة في ذهب المجد؟ واسمه يعني الحكم تاع اللي يظن نفسه انه يطبق الشرع الاسلامي بزياده الزوجه بما يسمى زواج المتعه. واش وصلكم هذا المرض؟ وصلكم هذا المرض زواج المتعه؟ زواج المتعه عند جمهور علماء السنه زنا. تعرفوا اسمه زواج المتعه ولا ما تعرفوش؟ بس تعرفوا زواج المتعه يتزوج المراه على مده معينه، يقول لها نديك على 3 ايام على 4 ايام. عند الشيعه الاماميه زواج المتعه ان يتمتعوا في مدة زمنية محددة. واحنا عندنا الزواج لا يكون صحيحا الا اذا كان زواجا مؤبدا، فاذا عياذا بالله حدد وخر 30 عام يعتبر زنا، وخا ما تعيش انت 30 عام. لو كان تقول تزوجك انا اخترتك باش نديك ان شاء الله على 30 عام، اقبلت سيدي نكون مرتك على 30 عام، هذا الزواج زواج ماشي زواج، هذا زنا. انما انت تتزوج المرأة زين وفي نيتك انها زوجتك في الدنيا وفي الجنه. عمره ما تنفصل عن الزوجيه حتى في الاخيره. شوف وصلكم هذا المرض نتاع الشيعه. هذا السؤال كيحسسني باللي كاين نشم الريحه الخنزه نتاع التشيع. الشيعه اللي كيسبوا ابو بكر وعمر وعثمان يسبوا عائشه. من سب احد اصحاب الحبيب صلوا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. خلاص لله تحضر شي صحابة وتدير كيما راهم يديروا الشيعة، يمشيوا عند القبر تاع فيروز المجوسي ويبقاو يسبوا أبو بكر وعمر وعثمان. الشيعة نتاع الخميني الذي كتب في كتابه الحكومة الإسلامية إن الإيمان درجة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب معصومين. واللي يزور قبر نتاع واحد من الأئمة قال لك يا سيدي احسن 70 حجة في الإسلام. لازم. وكيقول من تمتع مرة كانت درجته مع الحسين، ومن تمتع مرتين كانت درجته مع علي، ومن تمتع 3 كانت درجته مع رسول الله. والسلام. الزنا يشرعنون الزنا كما في كتب، وانا تكلمت عليها في الخطب نتاعي لما تحدثت عن المبادئ المنحرفة للشيعة الإمامية انطلاقا من مصادرهم في خطب متتالية أثناء إعدام صدام حسين. بل يبقوا يصلوا على يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم عجل فرجهم ولعن عدوهم. عجل فرجهم باش يخرجوا العدو نتاعهم ومعنايا أهل السنة. اللي درت الخطاب راه اللي فيتبعهم واحد بواحد درس. واش راه كاين انا كنت تسمع شي واحد اللي يسب صحابنا سمعوا كان تسمع كاين شي واحد اللي يسمع. هو الحمد لله